مرحبا بالجميع، معكم روميتو. عمرك سمعت عن حالة تعفن القدم والإجر بس بدون تشك؟ عمرك سمعت يعني هيك من حالها؟ أولا، شو هو تعفن القدم والإجر؟ هو حالة طبية بتتسم بالالتهاب والعدوى في القدم والإجر، وبيعتبر نوعا شائعا من الإصابات الجلدية واللي يمكن أن تحدث لأي شخص أيا كان، ولكنه بيصيب عادة الأشخاص اللي يعانون من تراكم الرطوبة في مناطق القدمين والإجرين، اللي ممكن مثلا يتوضى ويلبس السوكس، شو اسمه سوكس، الجرابات، أيوة. وتعفن القدم قد يكون ناتجا من عدة عوامل، بما في ذلك الرطوبة والعرق الزائد وتراكم الرطوبة والعرق في الأحذية والجرابات، ويمكن أن يساهم في نمو الفطريات والبكتيريا اللي نحن بنحكي عنها. وارتداء الأحذية الضيقة وغير المناسبة، بعيدا عن أنها رح تسبب لك تعفن الإجر، رح تطلع لك شيء تكون يشبه المسمار، بيكون مسمار وبشبه حافته. سببه هو بيكون الأحذية الضيقة أو تراكم هذا. يعني بشكل عام التعفن في الإجر هيسبب لك مشاكل، ورح يطلع لك أشياء غريبة أصلا ممكن تكون طلعتك أنت لأول مرة، راية لك تجربة. تراكم الرطوبة والحرارة في الأحذية بشكل خصوصي غير المناسبة والضيقة كمان على إجرك يمكن أن يؤدي إلى نمو الفطريات والبكتيريا، وكمان نقص النظافة الشخصية. النظافة من الإيمان. عدم الاهتمامك الكافي بنظافة القدمين والإجرين يمكن أن يسمح للبكتيريا والفطريات بالتكاثر والانتشار. خلونا نتعرف شوي على أعراض تعفن القدم والإجر. عادة بالتواجد المتكرر للقشور البيضاء بين الأصابع والحكة والإحمرار والحرقة والتشقق بالجلد. قد يشعر المصابون أيضا برائحة كريهة ممكن تصاحب الإصابة. وعشان تقي نفسك من تعفن القدم والإجر، ينصح باتباع اللي راح أقوله الحين، إنك تحافظ على نظافة القدمين والإجرين وتجففهم كويس جدا. ارتداء السوكس، شو حكينا عنها اسمها لأني مش متذكرة حاليا، قطنية ناعمة وتغيرها بانتظام. ارتداء شوز مريح ومناسب وتبديله بانتظام. إنك تطبق مساحيق مضادة للفطريات إذا عندك مشكلة أو بتعاني من تراكم الرطوبة بين الأصابع. أعتقد هاي عند اللي عندهم سمنة مفرطة أو عندهم دهون كثيرة في الإجر مثلا، أو تراكم أملاح. استخدام منتجات مضادة للفطريات عند الضرورة. وإذا عندك أي أعراض مشابهة، روح زور الطبيب عشان تشخص حالتك. وإذا الموضوع مش كبير، خلص سوي اللي أنا حكيت لك عليه وانتهى الموضوع. يعني that's it. شكرا انكم عطوتوني من وقتكم الثمين، وهو باي باي. نعم.